غاز تيوب ديما كاين جديد. مالي كريب تشترك في القناة وتفعل الجرس. كاين خويا فرج هذه شويه حوالي العشرة كيف الحاجه حقبوا علينا هنايا بقى استسلمت قد ضرب عنف كبير المواد موس جماعه متلثمين اصحاح ربي يبارك هنايا استسلمت قد هذا حبيت من يدي وواحد من رجليا وهذاك تفوق بزبز تفيلو هي الفضل الاول والاخر ربي سبحانه، والثانيه الفرق الدرك الوطني تاع المراهنه، والثالثه العرس وقف وبالاخص النوايل وقفوا وفزعوا من ونزه من الدريعه من عين البيضاء، فزعت الناس. احنا حطينا المره الاولى بالبقرات هذا بعده، ولكن المزيه الاولى والثانيه قعد بعض من فرق الدرك الوطني يدور يتوجهوا للبريره هذه، الزريبه هذه كبيره دايرها طبه كامله وداير فيها سكن في الوسط، وتمكنوا رجال الدرك الوطني، وكانت ليله كبيره، ليله امطار غزيره حتى حرب حادثه وراهي غرقه نجاروا في وسط الحروثات في وسط الزروعات، راهي غرقه كبيره. ما كنتش نتصور انا كان فرق الدرك الوطني ولا كان الدرك الوطني يخدم بالمهاره هذه الشجاعه هذه، والحمد لله يعني ربي سبحانه ما اشتاش الضر لا لينا لا فرق الدرك الوطني، وتمكنا من رزقنا ورجع روح الحمد لله يا رب السالم غانم والحمد لله. والمزيه الاولى والثانيه راهي الفرق الدرك الوطني وعلى والفرق الدرك الوطني على مستوى الوطن، يعني جاب ربي عرش الوين متفرق في كل بلاصه. بارك الله الحمد لله يا رب قام الطريق، وشكرا كبيرا. ونشكر ثاني عرش الوين ثاني قاموا بالواجب تاعهم كامل، قفلوا الطرد من فزعوا كل الدنيا كل الدنيا كل والحمد لله يا رب اللي من علينا رزق عصابه متطوره في والمزيه الاولى والثانيه التل هذايا كان معاه تل صغير، ولكن مش شويه عنده ذكاء واستسلم لهم. كانوا يقتلوهم ولكن استسلم لهم وقال لهم روحوا هزوا الرزق على رواحكم. والحمد لله يا ربي قفزت من الطاقه، خرجت نوضت الدرك، نوضت عرش حل الخوه، حل الولد خوه صغير معاه حليه بفمه، ومن بعد حل عليه التفل وصوته على الطاقه هربوا وخبرونا يا اخي، خبرنا الدرك ووقفت الرجاله والحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. هما جاونا وضربونا بالعنف وكتفونا وربطونا وكتفونا وصرخوا البقر ونويا خفت. وعدنا الغلم ثاني، وعدنا الغلم وزعما عصابه كبيره متطوره. شفتهم خفت، وبعديك خلونيش وكتفوني خلونيش نشوف، وبعديك كتفوني وحطوا لي راسي. كي يجيو يهز راسه يضربوه، يهبط راسه، يقول له هبط راسك، يضربوه. جاب ربي حليته تعرضه الى اعتداء متبوع بالسطو وسرقه اغنامه من طرف اشخاص ملثمين مجهولي الهويه لبلديه ام العظايم. فور تلقي البلاغ تم اتخاذ كافه الاجراءات الامنيه، من خلالها تم فتح تحقيق مع تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات. تلتها عمليه سطو وسرقه ل 11 راس من الابقار والاعتداء على مالكها بتاريخ 14/5/2023 ببلديه المراهنه، اثر بلاغ من طرف احد المواطنين بعد تكبيلهم من اليدين والرجلين مع تهديدهم بالقتل. على الفور تم تفعيل مخطط محاربه سرقه الابقار موجوده داخل سياج مزرعه، على اثرها تم نصب كمين لهم
حيث أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 56 سنة ومبالغ مالية مع استرجاع الأبقار المسروقة. من خلال التحقيق وربط المعلومات تم التوصل أن المشتبه فيهم يقومون بسرقة المواشي سالفة الذكر، حيث تم عرض الضحايا عليهم أين تم التعرف عليهم من الوهلة الأولى. بعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة